مواجهات رمضانية. طمطم تواجه سفرة رمضان. كان يا مكان في سالف العصر والزمان إنسان جعان بس مامته فوق في الخامس عند طنط ليلى علشان عازمة بيتنا عندهم، وماما هتعزمهم بكرة عندنا، وهي هتعزمنا آخر الأسبوع عندهم، والفاينل في الطوارئ بنعمل غسيل معدة كلنا. أنا هعمل أوردر ليا وأوردر لبنك الطعام أحسن من طنط ليلى. تعالي يا طنط أنا عايزة أفطر صائم. شهر رمضان شهر بنمتنع فيه عن الأكل، فليه على الرغم من ده بناكل فيه أكتر من العادي؟ سفرة رمضان ليه؟ بحث. علشان الإنسان يا سيدي بيورث من أجداده كل حاجة، مش بس جيناتهم وعاداتهم وتقاليدهم، لكن كمان بيورث كل إحساس حسوا بيه وعاشوه زمان. لما جسمك بيحس بالجوع بسبب الصيام بيتحفز كمان معاه إحساس بالخوف، الخوف من الجوع. جدك كان بينزل يصطاد الغزالة بنفسه، وعلشان المخ يطمن إن الدنيا تمام ومفيش حاجة بيحتاج يشوف حاجة عكس اللي خايف منه، زي مثلا صينية مكرونة بشاميل، رقاق باللحمة المفرومة، سمبوسك باللحمة، سمبوسك بالجبنة. حاسس اني لسه خايف، طمنوني اكتر. حطوا لي محشي، انا ما بطمنش غير بالمحشي. هاتوا لي محشي ورق عنب ومحشي بدنجان وكنافه بالمانجا. مش خوف، تحليه عادي. ومن ساعتها المخ فرحان بياكل، زعلان بياكل. فعندك مثلا لما مخ مرات الملك عز الدين ايبك فرح بموت ضرتها شجره الضر، دخلها المطبخ وعملت بالمناسبه السعيده دي اكله جديده من الدقيق والسكر واللبن، ووزعتها على الناس واتسمت باسمها ام علي اللي بناكلها لحد النهارده دي. ولما مخ صاحبتك يزعل علشان الاكس خطب وكانها حاجه مش متوقعه، يعني طمنها بثلاثه وافل نوتيلا. ليه ثلاثه؟ اولا علشان زعلانه جدا، وثلاثه بعدد السنين اللي عرفنا فيها بعض. ده حتى لما مخك بيبقى زهقان بيقولك ما تقوم تشوف الثلاجه دي بتقول ايه، مع انها مش هتقول حاجه غير اللي قالته من شويه.